الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة البحرين الرياضية أينما كنتم، أحييكم بأجمل وأحلى تحية من هنا من استاد مدينة خليفة الرياضية، لأكون معكم مع أولى مباريات بطولة غرب آسيا للشابات تحت 18 سنة، وهي البطولة النسخة الثانية لهذه البطولة بعد ما كانت الانطلاقة الأولى في العام الماضي لهذه البطولة. تأتي بدايتها الآن مع النسخة الثانية اللي تقام هنا في مملكتنا مملكة البحرين. بداية لقاءات اليوم بلقاء المنتخب العراقي والمنتخب الإماراتي. المنتخب الإماراتي والمنتخب العراقي على فكرة هذه المشاركة هي المشاركة الأولى في بطولة غرب آسيا للشابات تحت 18 سنة. نعم، هي المشاركة الأولى لكلا المنتخبين. وعلى فكرة هذه المجموعة أو هذه المباراة ضمن المجموعة الثانية اللي تضم أيضا بجانب العراق والإمارات المنتخب الأردني حامل اللقب ومنتخب لبنان، والمجموعة الأولى تضم منتخبنا ومنتخب فلسطين والمنتخب الكويتي في مشاركة لسبع منتخبات في بطولة غرب آسيا النسخة الثانية لهذه البطولة. البطولة اللي انطلقت لأول مرة في 2018 وقيمت في لبنان بمشاركة 3 منتخبات فقط، وبالتالي النسخة الثانية الآن بمشاركة 7 منتخبات في بطولة غرب آسيا للشابات. مباراة أولى، هناك 3 مباريات طبعا اليوم. المباراة الأولى بلقاء منتخب الإماراتي والمنتخب العراقي، وطبعا هناك لقاء لبنان والأردن اللقاء الثاني، واللقاء الثالث منتخبنا مع المنتخب الكويتي في ختام مباريات اليوم الأول. طبعا هناك 3 مباريات في كل يوم حتى الوصول إلى المباراة النهائية إن شاء الله في 4 أو 6 من يناير، ونصف النهائي في 4 من يناير من العام القادم. ما زلنا بانتظار صافرة البداية وصافرة انطلاقة هذه المواجهة الأولى والظهور الأول أيضا لكلا المنتخبين في هذه البطولة. طبعا حكم المباراة هو حكمنا الدولي عيسى عبد الله، حكم مساعد أول سلمان طلاسي أيضا من البحرين، الحكم الثالث حسام هوزين، والحكم الرابع سامح القصاص. هنا حكمنا الدولي عيسى عبد الله يدير أولى لقاءات بطولة غرب آسيا الثانية للشابات، وقائدي المنتخبين قائد المنتخب الإماراتي روان الحمادي، وقائد المنتخب العراقي حنان تحسين. ما زلنا بانتظار صافرة البداية وانطلاقة هذه البطولة النسخة الثانية. بعد نجاح النسخة الأولى تظهر هذه البطولة للمرة الثانية، وهنا مدربة المنتخب الإماراتي حورية طاهر هي مدربة المنتخب الإماراتي، ومن الجهة الثانية مدرب المنتخب العراقي هو المدرب عادل قادر علي. المنتخب الإماراتي باللون الأحمر والمنتخب العراقي باللون الأبيض في هذه المواجهة. مواجهة نرتقب من خلالها أداء مميز من الشابات تحت 18 سنة في افتتاح هذه البطولة. نعم، والمباراة الأولى لهذه البطولة. طبعا هنا المدرب عادل قادر علي مدرب المنتخب العراقي. بانتظار صافرة البداية وانطلاقة هذه المباراة وانطلاقة هذه المواجهة الأولى في اليوم الأول في افتتاح بطولة غرب آسيا الثانية للشابات تحت 18 سنة في ضمن المجموعة الثانية لهذه البطولة. حكى المباراة وصافرة البداية من حكمنا الدولي عيسى عبد الله، وانتظار صافرة البداية. نعم، وتأتي صافرة انطلاقة أولى مباريات بطولة غرب آسيا الثانية للشابات، والكرة مع المنتخب العراقي باللون الأبيض والمنتخب الإماراتي باللون الأحمر في هذه المواجهة والمشاركة الأولى لكلا المنتخبين في بطولة غرب آسيا للشابات. في بداية المباراة أعود إلى تشكيلة المنتخبين. المنتخب الإماراتي في حراسة المرمى فاطمة المرزوقي، هناك علياء الزعابي، قنيمة راشد، الريم البلوشي، روان الحمادي قائدة المنتخب الإماراتي، هناك شهد أيضا سارة البلوشي، هناك غالة السويدي، النجلة الجسمي، مها البلوشي، وعايشة قياف. هذه تشكيلة المنتخب الإماراتي بقيادة المدرب حورية طاهر. نتابع الكرة القادمة للمنتخب العراقي، وبعد ذلك نعود لتشكيلة المنتخب العراقي في هذه المباراة
فيها كرة ومحاولة أولى للوصول إلى هدف مبكر في هذه المباراة والتنفيذ عن طريق اللاعب أمينة جابر، هي اللي بتكون على التنفيذ والبحث عن هدف أول للمنتخب العراقي وخطأ على المنتخب الإماراتي. الظهور الأول لكلا المنتخبين. هل نشاهد الهدف الأول أيضا للمنتخب العراقي في الدقيقة الأولى. هنا المحاولة والتسديدة لكن مرت وتحولت إلى ركلة مرمى، التسديدة الماضية اللي كانت حاضرة عن طريق اللاعبة أمينة جابر. هذه الواضح على الصورة. طبعا تشكيلة المنتخب العراقي باللون الأبيض في هذه المباراة. هناك حنان تحسين في حراسة المرمى وقائدة المنتخب العراقي. هناك أيضا رانيا حسين، هناك فاطمة قاسم، أمينة جابر صاحبة التسديدة الماضية، زهرة عماد، فاطمة عقيل، إيلاف شريف وإيلاف تحسين، آلاء علي، زهرة مطشر وتبارك مؤيد. هذه تشكيلة المنتخب العراقي في هذه المباراة. بداية المباراة ودقيقتين مرت على بداية هذه المواجهة والتعادل السلبي ما زال مستمر. هل نشاهد هدف مبكر يأتي للمنتخب الإماراتي أو يأتي للمنتخب العراقي في هذه المباراة؟ هنا استلام المنتخب الإماراتي والتحول